حسب جل التوقعات والمعطيات المتوفرة، يبدو على أننا مقبلين على أكثر العواصف الأطلسية قوة واضطراب هاد السنة. العاصفة جانا كيف ما سمتها وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، واللي هي عبارة على منخفض ضغط جوي أطلسي المركز ديالو كيتواجد غرب السواحل الأطلسية البرتغالية. جانا كتميز بقيم ضغط منخفضة في المركز كتوصل ل 975 هكتو باسكال، مما يعني رياح قوية منتظرة في الجدران الخارجية، ومتوقع أنها تعيش وتبقى فعالة لمدة 3 أيام. أي أول تأثيراتها تبدأ مساء الجمعة وآخرها يوم الاثنين. نبداو بالرياح وهبات الرياح. بحال أغلب العواصف ديما الرياح كتكون في المقدمة، بحيث متوقع تبدأ توصلنا من بعد صلاة الجمعة أول هبات رياح غربية في المناطق الساحلية الأطلسية بطنجة والصويرة. هبات الرياح سرعتها توصل 65 كم في الساعة وترجع تضعف مع المغرب، ولكن من بعد صلاة فجر يوم السبت غنبداو ندخلوا في المرحلة الأقوى من العاصفة جانا، بحيث تكون هبات الرياح قوية جدا وتوصل 75 كم في الساعة وأكثر في النصف الشمالي من بلادنا، وتكون أقوى في المناطق الجبلية والمناطق المفتوحة، وغادي ترجع تنخفض من بعد صلاة التراويح وترجع تقوى مرة أخرى بنفس الشدة مع ظهر يوم الأحد في النصف الشمالي من بلادنا. اللي غادي يميز جانا هو الغيط الغزير والمستمر ل3 أيام، الشيء اللي في الغالب غادي يقدر يسبب فيضانات وسيول. نبداو بالجبهة الأولى واللي تكون أقل شدة، توصلنا إن شاء الله مع صلاة المغرب ديال يوم الجمعة وتستمر حتى الفجر يوم السبت، وغتشمل جل المناطق اللي جات بين تيزنيت، أكادير، الصويرة، أسفي، جديدة، الدار البيضاء، المحمدية، رباط، سلا، قنيطرة، العرايش، طنجة، تطوان، وزان، القصر الكبير. أما الجبهة الثانية واللي تكون أكثر قوة تبدأ من صباح يوم السبت وتستمر إلى آخر ساعة من يوم السبت، وغادي تشمل المناطق اللي ذكرت قبل، وغتزيد توغل وسط بلادنا لتشمل المناطق اللي جات بين قلميم، سيدي إفني، أطلس الصغير الغربي والقرى بحال إغرام، تفراوت، 2 أداي، أيتباها، تنالت، ويجان، ومدن بحال بيوغرا ولا التايمة وتارودانت ولا برحيل وصولا لتيليوين وتازناخت، وبين إمنتانوت وشيشاوة، اليوسفية، مراكش، الحوز من تحناوت، الأسني، الأمزميز، الإيجوكاك، وقرى أيتحدو يوسف وجبال سكساوة، بين بن قرير، قلعة الصراغنة، دمنات، أزيلال، بن ملال، وجل القرى اللي جات وسط الأطلس الكبير خصوصا السفوح الشمالية وصولا للميدلت، بين البروج، خريبكا، واتزم، القرار، رماني، الخميسات، سيدي حيا الغرب، سوق الارباع، سيدي علال التازي وعرباوي، وبين مكناس، تونات، كتامة، باب تازا، قرية با محمد، وجل سلسلة الريف من غربها إلى شرقها حتى النهر ملوية، بين الحسيمة، الناظور، بركان، السبيدية، وجدة، تورير، تازا، رباط الخير، وصفرو، وجل الجبال بني زناس. أطلس المتوسط كامل من غربه إلى شرقه، ومدن بحال إفران، أزروخ، نفرا، بولمان، ميسور. وغادي تجي جبهة أخرى اللي غتبقى مستمرة طيلة يوم الأحد في المناطق كاملة اللي ذكرت سابقا، واحتمال كبير يتشكلوا سيول وفيضانات في عدة مناطق، خصوصا اللي قريبة من الوديان واللي فيها منحدرات كتير بحال طنجة، أصيلة، تطوان، العرايش، قنيطرة، سلا، الدار البيضاء، وجل المناطق اللي بين شفشاون، باب برد، إساقن، الجبهة، قاع سراس، وادلاو والسطيحات، فاس، خنيفرة، قصب التادلة، بني ملال، مراكش، أسفي، الصويرة. هذه كلها مناطق مهددة بتشكل السيول. ومناطق أخرى اللي غتعرف لحظات اللي غيكون فيها نزول الغيث بشكل قوي مصحوب برعد وبرق وتبروري. أما الثلوج فغادي تنزل في سلسلة الريف في القمم اللي فوق 1900 متر، الأطلس المتوسط من إفران إلى بولمان وتمحضيط، سلسلة بويبلان وتيشوك وبوناصر، الأطلس الكبير فوق علو 2000 متر من غربه إلى شرقه. وهنا كنبغي نأكد على أنه محتمل طرق كثيرة تسد بالثلوج يومي السبت والأحد، بحال تيزين تيشكا، والطريق الوطنية رقم 12 بين إملشيل وتنغير، ورقم 23 بين دمنات وورزازات، ورقم 13 بين أزرو وميدلت، ورقم 29 بين بن خليل والزايدة. البحر غادي يكون هايج بزاف في الواجهة الأطلسية بسبب الرياح القوية، وعلو الموج متوقع يوصل حتى ل 5 أمتار. هادو توقعات اللي مبنية على قراءة الأكثر نماذج العددية دقة، ولكن ممكن يكون الواقع أكثر قوة، لذلك وجب الانتباه والحذر. الناس اللي في القرى والبوادي بعدوا من مجاري الأودية، ولا داعي للتهور وتقطعوا شي واد حامل. إلا قدرتوا تفاداو التنقل في الطرقات اللي معنية بالاضطرابات غادي يكون أفضل، خصوصا السبت والأحد. عمال ورشات البناء لمرجو الانتباه مع هبات الرياح، فالجو ماشي ديال الخدمة. الصيادة يتفاداو يخرجوا للبحر،
عمال التوصيل وسائقي الدراجات النارية والخفيفة، المرجو الانتباه من الانزلاقات والرياح. فعموما يجب أخذ الحيطة والحذر بحال هذه الظروف الجوية، خصوصا مع استمرار نزول وتراكم الشتاء لمدة 3 أيام تقدر تعطينا فيضانات في مناطق كتير. المرجو تعميم النشرة وأخذ مضمونها بجدية، والمرجو كذلك متابعة النشرات الإنذارية المحينة اللي كتخرج بها مديرية الأرصاد الجوية. الاضطرابات الجوية مازال إن شاء الله مستمرة إلى يوم الاثنين الأسبوع القادم، غادي نرجع لها إن شاء الله بقراءة أخرى ملي توفروا معطيات جديدة وأكثر دقة. نتمناو أن الواقع يكون أفضل من التوقعات. طبعا هذا والله أدرى وأعلم، وإلى جديد آخر، استودعكم الله.